السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهاردة معانا الجزء الثاني من مراجعة كورس الباوربوينت. تابع معايا. هنبدأ النهاردة بالجزء بتاع المعادلات. دلوقتي مثلا عايز أضيف معادلة، بروح على قائمة insert وأقوم رايح على equation. دي اسم مجموعة من المعادلات اللي موجودة، ونشرح لو احنا حابين نضيف حاجة تانية. فمثلا نختار المعادلة دي، اتضافت عندي اهو في المكان بتاعها هنا، عشان دلوقتي مكانتش بلانك. انا هوريها لكم دلوقتي. عايز تغير فيها في اي حاجة، مثلا تغير في الحرف ده تخلي مثلا ام عادي، عايز تخلي رقم مفيش اي مشكلة. تمام. دلوقتي لو كانت يعني كده، قمت رحت برضه على insert، قمت اعمل equation واخترت دي. هتضاف عندك في شكل مربع، محطوط في مربع تقدر تتحكم فيها. هنا اتضافت في بوينت في من اول السطر، اكنك هتكتب حاجة بعدها، عايز تضيف حاجة بعدها. عملنا انتر وكتبنا اي كلام، تضيف equation تانية بعدها عادي لو انت عايز. فانت المعادلة لو كتبتها، لو انت بتعمل عرض لمعادلة او حاجة عايز تكمل المعادلة او تضيف حاجة، تقدر تعدل فيها براحتك. ممكن تعمل ماينس وتكتب 12 اي حاجة. في خاصية برضو هنا موجودة في الايكويشن، اللي انت لو انت عايز تكتبها يدوي، انا عايز ارسمها، فانا اقوم اعمل كده. هو كده اهو، قمت اعمل 2 اس 2، قمت اعمل insert. خلاص هو ضافها معاك اهو. يعني هو فهم انت عايز ايه. انت ممكن عايز تغير حاجة تانية، فضفت على حاجة تانية. مثلا هعلم على دي، خليها كده. فانت بتقدر تقعد تعدل الحاجة اللي انت عايزها. فميزة اللي انت تكتب الموضوع ده وده بيسهل عليك حاجات كتير. لو اي حاجة تكتبها بتلاقي بتحول معاك. مثلا لو كتبت 2 9، هو فهمها 9 2 مثلا insert. خلاص هو فهم انت عايز تكتب ايه وقام كاتبها لك. فمتقدرش تقعد. الرسم بالنسبة لك اسهل بكتير، لان انت الرسم بيوفر عليك وقت بدل ما تقعد تدور مش عارف ايه. احنا ممكن برضو لو انت عايز تدور على حاجة، ممكن تدور في عندك حاجات كتير هنا تبحث عنها مش عارف ايه الكلام ده. فانت ساعات لو انت حتى ممكن تغير الحاجات دي، فعندك اختيارات كتير. بس انا ساعات بفضل لو انا الرسمة سهلة والبرنامج فيها على طول، لا ارسمها واخلص. ده موضوع المعادلات ما واضح معانا. لو احنا عايزين نكتب معادلة في بريزنتيشن او اي حاجة او اعدل فيها براحتي، اقدر اعدل في اي حاجة موجودة في المعادلة اللي انا كاتبها، واقدر اضيف مكانها اي حاجة تانية عادي. ممكن اكتبها يدوي او اضيفها جاهزة على طول لو هي كانت جاهزة عندي. تمام كده جزء المعادلات. عشان نكمل في حاجة تانية. طيب دلوقتي احنا اغلب الحاجة في هوم شرحناها، وانسيرت برضو اغلب الحاجات اللي فيها احنا وضحناها كل حاجة فيها. ندخل بقى على الجزء بتاع ديزاين. ديزاين ده بيديك بعض الحاجات اللي جاهزة، لو انت عايز تعمل بيها بريزنتيشن تبقى جاهزة معاك. لو ضغطت على حاجة زي كده، هو اداك الشكل بتاعك على طول، الشكل بتاع البريزنتيشن بتاعنا. حط لك الالوان وحدث لك الحاجه اللي انت كنت عاملها. طبعا الحاجات انت لو كنت عاملها من الاول، لو انت عامل حسابك تعمل الشكل ده من الاول، هيبقى يبدا يظبط لك. ممكن احنا ناخد اشكال تانية، في اشكال كتير موجوده زي كده، على طول هغير بقيه الحاجات تلقائي. لو انت جبت حاجه من النت او حاجه حملتها وضفتها، بتقوم عامل لها سيف كرنت سيم. وفي حاجه بتبقى جاهزه زي ما قلت في الاول خالص. لو رحنا من الفايل، عندك مشاريع زي دي جاهزه، تبقى لو انت قريبة من الشغل بتاعك تقدر تضيفها عندك على طول. انت برضو بعد ما بتختار الشكل ممكن تضيف له الوان تانية. عايز تظبط الخط بتاعه، التقسيمات اللي فيه، اي حاجة تقدر تعدلها هنا براحتك. يعني انت لو احنا القرار ممكن نغير تخلي حاجة تانية. لو انت عايز تغير تخلي حاجة تانية. طبعا لو انت خليتها كده تبقى ليها الماكسيمم الحجم بتاعها. شايف الشكل؟ رجعناها زي ما كانت عادي. ده الجزء اللي هو من 4 ل3، وده من 16 ل 19. ده ممكن يبقى شبه الفيديوهات والكلام ده وكده. الجزء ده الستاندر ممكن يبقى شبه الجزء بتاع الكاميرا بتاع الموبايل او الحاجات دي. لو انت عايز تغير الخلفية بتاعته، تخليها الباك جراوند، مش عايز يبقى في باك جراوند، بتفهم. عايز تخليها كده، ده شكل من الاشكال بتوعك دول. عايز تخليها البيكتشر، تخليها جاردن سوليد عادي، يعني براحتك بتقعد تعدل فيها. التأثير بقى بتاعتها، انت هتضيف تأثير. وتعمل اي تعديل في الخلفية، يعني الكوريكشن بتاعها. فده الجزء بتاع الديزاين.
زي ما احنا قلنا في حاجات ممكن تحملها من على النت تضيفها جاهزة، او حاجات انت تعملها وتضيفها بس بتبقى ايه رخمة شوية بتاخد وقت يعني منك. فالافضل انت لو انت عندك حاجة تحملها جاهزة او تستخدم الموجود بحيث تسهل على نفسك. انت طبعا بتعمل حاجة تعرض فيها حسب العرض اللي انت تعرضه، حسب تتقدم لمين بتختار الشكل بتاعك. انت ممكن تاخد حاجة سيمبل فاهم، تبقى حاجة بسيطة مش عارف ايه كده، بلاش تاخد الحاجات المعقدة اللي فيها شغل كتير عشان بتبقى مش لطيفة اوي في العرض يعني. دلوقتي هنبدأ احنا نضيف الترانزيشن. دلوقتي انت في الاول لو انت جيت تبص على دول بتقلبهم بيتقلبوا ايه معاك عادي، مفيش اي حركة او شكل او كده. ولو احنا نيجي نفتح العرض هتلاقي برضو الحركة بتاعتهم حركة عادية. طب احنا عايزين نضيف ترانزيشن، هتلاقي اتضافت علامة نجمة كده هنا في الأول جنب ايه، جنب الصورة البلاي انيميشن. الترانزيشن اللي انت ضفته حط مثلا دي هنا كده، دي مثلا كده. طبعا انت بتقلب هنا مش هيبان حاجة معاك ليه، لأن انت لسه مش في العرض. لو دخلنا بقى على العرض سلايد شو تيجي تتحرك هتشوف بقى ايه الترانزيشن بين الشغل بتاعك. في اي حاجه محطوط عليها الستار النجمه دي يبقى كده انت حاطط عليها ترانزيشن، حاطط عليها انيميشن، حاطط عليها حاجه من الحاجات دي. غير كده يبقى مفيش. فانت ايه بتبدا بقى تظبط على حسب العرض بتاعك. طبعا انت متكترش الترانزيشن او متكترش الاشكال بتاعتهم، حاول تثبت مثلا كام شكل تشتغل بيه يكون حاجات خفيفه وكده. يعني مثلا حاجه زي دي هتبقى مش لطيفه لو انت بتعمل عرض او كده او شو، دي هتبقى بطيئه مثلا شويه. تحسب بص الوقت بتاعها مثلا بتاخد ايه، ممكن تقلله شويه. يعني ممكن تتحكم في تخليه كده في المدة بتاعت الديوريشن بتاع، لو انت عايز يبقى فيه ساوند او مفيش ساوند. انت عايز بضغطة ماوس واحدة ولا كام، ممكن تعملها اكتر من ضغطة او ضغطة واحدة. انت بقى عايز تبدأ من اليمين تبدأ من الشمال تبدأ كده براحتك. برضو الافكت بتاعها تظبطه من عندك. انت عندك البريفيو اهو، شوف بيعيدولك تاني لو انت عايز تعيده كده بقى اسرع. ممكن نزوده تاني كده اخد وقت اكتر فاهم. انت كده بتظبطها على حسب ما انت محتاج. هنبدأ نشتغل على شغل الانيميشن. اول حاجة مثلا هضيف شكل من الاشكال، اضيف اي شيب واضيف الشكل ده، اضيف مثلا الشكل ده واضيف كمان شكل من ده وشكل تاني اكبر. تمام، بس هندي بقى دي لون مختلف ودي ايه نخليها كده مثلا. دي طبعا نخليها بنت. تمام، هنجيب دي نحطها برضو بين تو. اول حاجه نبدا ايه في الانيميشن. نروح علامه الانيميشن دي، عندك اللي هو الابير والفيد والفلاي ان، الاشكال دي كلها مكتوب كل واحد انت عايز تعمل بيها ايه. فمثلا نختار حاجه زي دي واحد لك الحركه بتاعتها. انت ممكن تغير الحركه بتاعتها تخليها كده مثلا. فهو نفس الحكايه تعمل بلاي فروم. انت ممكن الجزء ده ميبقاش ظاهر عندك، تقوم رايح ضغط على انيميشن بان فتظهر عندك كده. دي برضه نفس الحكاية ممكن نخليها حاجة تانية. فده الجزء بتاع المثلث. تمام، فتعمل بلاي اوف هتلاقي ايه اتحرك معاك كده، حد بقى الاتنين عشان يتحركوا مع بعض. دي بدأت بعد دي عشان انت ايه دي رقم واحد ودي رقم اتنين. تمام، دي هندي رقم ب رقم واحد بعدين دي نعملها رقم اتنين بالنسبة لها يعني، ودي رقم الصغيرة دي نديها رقم تلاتة. تمام، فانا هحركهم حركة بسيطة كده وحرك دي سن كده نعمل ايه ريفرو. نعمل بقى بلاي سيلكت هتلاقي دي اتحركت، هتلاقي تقوم دي متحركة ودول ظاهرين معاك. طب انا عملت البريفيو بتاعي، ضغطت ضغطة هتلاقي دي اتحركت، الضغطة التانية هتلاقي دي اتحركت، التالتة دي ظهرت، الرابعة، الخامسة. نعمل بس كده عشان نخرج فاهم. فانت مترتبين دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، مترتبين عندك كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انت ممكن تقوم عامل دي وضغط على ايه
افكت اوبشن تقوم عامل عليها اوتو ريفيرس، يعني ترجع تاني مكانها، هتروح كده تقوم راجع تاني. تمام، دي نفس الحكاية ممكن برضه تعملها ايه اوتو ريفيرس. اوكي خلاص، هتروح وترجع تاني. تيجي نشوف كيف السلايد شو، نضغط رجعت تاني، تضغط الضغطة دي راحت رجعت تاني. فانت تظبط بقى شغل الانيميشن ده حسب انت محتاجه في ايه في العرض بتاعك. ممكن تكون مثلا محتاج الكلمة دي تظهر الاول، بعدين دي وبعدين دي وبعدين دي بالترتيب. فعادي شوف هتلاقي عندك هنا ستار موجودة ليه، لان هنا موجود في انيميشن موجودة في الصورة. شوف لو عملت برضه بريفيو هتعرض عندك هنا. فاهم؟ دي مثلا مكتوب ايه الديوريشن 2 المدة بتاعتها. فاهم؟ الجزء بقى الترتيب بتاعهم عندي ترتيب رقم 1 2 3 4 5. طب لو انا عايز حبيت اغير الترتيب ده، اخلي المثلث ده مثلا يبقى رقم 1، فبروح على المثلث ده واقوم اخليه مور إليا، يعني بقدمه خطوة، ده رقم 1 وده رقم 2. تمام. طب ده عايز اخليه رقم 3، ممكن ارجعه خطوة مور ليتر او اقدم دي عليه، دي خلاص رجعته خطوة، ارجعه كمان خطوة بقى رقم 4، رجعته خطوة بقى رقم 5. فانت بتقدم وتحرك من هنا. عشان خدت رقم 1 تاني وده رقم 2 وده رقم 3 وده رقم 4 وده رقم 5. طب ماشي، احنا نرجعه خطوة واحدة ونشوف العرض بتاعهم هيبقى عامل ازاي مع بعض كله. شايف؟ هتلاقي المثلث اتحرك الاول وبعدين الشكل ده اتحرك بعد كده عشان تغيرت الترتيب. فانت خلاص بتغير الترتيب بتاع حاجة فيهم بتغير الشغل كله مع بعض. انت ممكن تعمل اد انيميشن، تضيف اي حاجة من دول على حاجة، مثلا دي في الافكت بتاعها عايز ليفت رايت، عايز تعمل لوك الخط تثبت مثلا، هو قالك ريفرس انت عايز ترجع ريفرس تاني. اد انيميشن ممكن اعمل ايه انيميشن لايت، فهو خلاص اتضاف له 2 انيميشن. بص اهو بس ظاهر عادي مفيش اي مشكلة. بعدين ام ايه اللي رقم 6 بتاعته دي، فممكن اقدم رقم 6 ده اقدمها خطوة اخليها معاها، يعني بص تقوم متحركة بعدين تختفي وتتحرك. فانت بتضيف الحاجة بتاعت ترتيب الانيميشن انت تضيفه بيفرق معاك في الشغل، بتفرق حاجة عن حاجة. يعني انت شايف لما كانت في الاخر كان بيختفي في الاخر بعد ما الشغل كله يخلص، انا خليتها قبلها تبدأ قبلها. الصفحة دي كانت فيها سلايد 1 وسلايد 2. تمام. لو رحت على صفحة رقم 3 انا مسميها بسلايد 1، وصفحة رقم 4 دي بسميها سلايد 2. انا عايز لما اضغط على سلايد 1 ادخل هنا، لما اضغط على سلايد 2 ادخل ايه على سلايد 2 الصفحة دي. طب هنعمل ايه؟ احنا هنربطها بحاجة اسمها لينك. اول حاجة رايح على قائمة انسيرت وانا بقوم محدد مثلا الكلمة دي كلها، قوم رايح على لينك. هو ظاهر لك هو مكتوب باوربوينت دي وبعدين سلايد 2 اللي هي دي في سلايد 1، فانا حددت على سلايد ايه 1 وظهرت لك هي نفس الشكل. قمت عامل اوكي، هتلاقي بقى لونها لبني اتغير شكلها. ليه؟ بقت كده بقت لينك. برضه هنعمل برضه عندنا نفس الحوار لينك، وضغطنا على سلايد 2 اللي هي دي اللي هي الصفحة دي على طول رقم 4، وعاملين ايه اوكي. جيت تقف عليها كده مش هينفع تضغط عليها، هتلاقي انت محددها. لو وقفت عليها بس من غير ما تضغط لك ايه اضغط كنترول وبعدين كليك يمين، نضغط كنترول ونضغط عليها، رحت هنا نرجع تاني ضغطت كنترول ومتوقف هنا. تمام. فهمت على صفحة 4. فانت كده ربطت خليت الصفحتين دول باللينك ده، خلاص انت كده رابطها بلينك. فهمت النقطة دي اللي انت عايز اربطها، اكتب كلمة اضغط عليها اقوم رايح على الصفحة دي او كده. دلوقتي مثلا هضيف حاجة تانية سلايد 3. تمام كده ضفنا ايه سلايد 3. هنعمل بقى في ايه؟ وقفت عليها كده رحنا على قائمة انسيرت، مكان ما اضغط على لينك هضغط على اكشن. تمام. بيقول لك انت اسمك عايز تعمل ران بروجرام ولا عايز تعملها هايبر لينك، فانا هعمل هايبر لينك. هنحدد بقى السلايد او هنعملها سلايد، هو بقى يجي لك تختار منها، فانا عايز مثلا ايه لا مش دي ولا دي ولا دي، ممكن بس نخليها دي. تمام. فنختارها ايه سلايد ايه رقم 5 ونعمل اوكي. عايزين نديها صوت يعني وانت بتضغط عليها تديك صوت مثلا ارو مثلا، نعمل اوكي. فانت بتضغط كنترول وتضغط عليها، رحنا ايه هنا. تمام. عايزين نرجع تاني. دلوقتي انا مش عايز اكتب كلمة سلايد او سلايد 2 او سلايد 3 دي، انا عايز ارسم شكل.
هنروح على قائمة insert وبعدين نختار الشيب اللي احنا عايزينه. مثلا هنختار اللي هو علامة البلاي دي. فانت على طول فتح لك ايه الجزء بتاع الهايبر لينك بتاعها. واحنا رايحين مثلا على سلايد ونختار اول سلايد، نضغط اوكي. كده مش عارف تضغط عليه، تقوم ضغط في الهواء، تقوم رايح بعد كده رايح كنترول تقوم ضغط عليه، يقوم مرجعك على هنا. يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت شيب تديله لينك، وعملت كلمة تضغط عليها تدخلك ايه برضو لينك. يعني عملت ممكن تكتب تكست او تكتب ايه او تعملها شيب مع بعض، يعني الاتنين عادي شغالين معاك. طيب كده دلوقتي احنا عندنا فرق بين اللينك والاكشن. لا، انت دلوقتي مثلا لو كتبت اي حاجة، كتبت مثلا تكست مثلا هنا، كتبت مثلا رقم 1، تمام، حددناه. لو انا مثلا رحت على قائمة insert وعملت ليه اكشن، انا اقدر هنا عملت هايبر لينك خاص، اتحكمت فيك هايبر لينك، بس الاكشن فيه اضافات تانية، ممكن تعمل ران بروجرام، حاجات تانية، لكن بيشتغل هايبر لينك عادي. يعني الاكشن يعتبر توسع شوية عن ايه عن اللينك. مثلا لو افتح عليه كان ممكن تضيف فايل، بس انت ممكن تضيف ايه فايل من عندك، او ممكن ايه انا احدده مثلا، او اجيب مثلا فايل قديم، او اجيبه من هنا مثلا واحد مثلا ايه رقم 1 ده، تمام، ده كان فايل عندي، او ممكن افتح انا فايل من هنا، بس انا حد ايه كارنت فولدر، قمت محدد رقم ايه 1. بقى اللينك اللي ضغطت عليه كده ضغطه هيفتح لي باوربوينت ده اللي هو رقم 1، انا مسميه 1، ده كان باوربوينت كنت عامله. لو احنا على اللينك هنا هيقول لك انت محدده هنا، لا احنا مثلا ممكن نشوف ايه ايميل مثلا، تبعت ايميل لحد مثلا حدده، او انت عايز تعمل ملف جديد، او مثلا ممكن مثلا تسميه هنا مثلا جوجل مثلا، ضغطت عليه كنترول فتحت، هيفتح على طول ايه، هتفتح معاك كروم، هتفتح معاك دلوقتي صفحة المتصفح، هيفتح واحد من دول، فانا بس مش هفتحه دلوقتي يعني مش مهم. انت شفت انت ممكن تعمله ايه، ممكن تعمله ملف، تعمله فولدر، ممكن تعمله حاجة في جوه الباوربوينت. فده ايه اللينك والهايبر لينك بشكل عام. انت ممكن تستخدم اللينك وممكن تستخدم الاكشن. لو احنا وقفنا على الاكشن هنا برضو عشان تبقى ايه متأكدين منها، هايبر لينك او شوف هتلاقي بتحدد ايه موقع، ممكن اغيرها من هنا في سلايد، ممكن اخليها سلايد عادي او اذر فايل لو انت عايز تفتح ملف يعني، او موقع في قائمة السلايد شو. لو ضغطنا على اول حاجة فروم beginning دي بتخليك تبدأ السلايد من اول خالص، اللي هو يبدأ العرض من اول خالص، تعمل كده تلاقي ايه وتحرك انت بالماوس او بالكيبورد بتاعك. دي لو انت عايز تبدأ من الاول خالص. طب هنخرج نعمل اسكيب فروم current slide، يعني من السلايد انت واقف عندها دلوقتي. مثلا لو انا واقف هنا وابدأ اعمل عرض، هعمل فروم، تلاقي دلوقتي بدأ من عند السلايد اللي احنا كنا واقفين عندها. هنعمل ايه اسكيب عشان نخرج. طب انت عايز تحدد سلايد تبدأ من عندها، عندك كاستم شو، فانت عايز تضيف مثلا هنضيف من عند السلايد رقم 4 اللي هي السلايد في الاول، هنبدأ من عند رقم 3، يبقى احنا نعمل عرض 3 و4، ونعمل مثلا نعمل 5، ونعمل اد، تمام، ونعمل اوكي. عملنا بقى شو، هيبدأ من عند الرقم اللي احنا حددناه، عندك دي وعندك دي، بس كده هتلاقي معادش في حاجة. ليه؟ لان احنا حددين اللي هما التلاتة دول. لو انت جيت على كاستم سلايد تاني كاستم شو، اللي دي اللي موجودة عندك اللي كاستم شو، لو احنا ضغطنا هنا عندنا اكس هنا وضغطنا هنا، ممكن تضغط على طول فيعمل لك العرض بتاعك على طول، لكن ممكن تدخل تعمل عليها اديت او تعمل عليها ريموف او تعمل عليها كوبي او كده. هنعمل لها ايه ريموف. هنشوف بقى الجزء بتاع السيت اب سلايد شو. انت مثلا هنا مكتوب لك ده الجزء بتاع البرزنتيشن اللي هي فول سكرين اللي هو العرض العادي. طب احنا لو خليناها ويندو، تعالى اما نجرب كده، نعمل اوكي، نعمل فروم. شايف الجزء ده ما كانش موجود في الاول، كانت ايه فول سكرين، دلوقتي خلاص تقدر تعمل ايه، نعمل اسكيب، خلاص هنرجع تاني، هنرجع تاني فول سكرين. طيب هنا قول يعني هتظهر كل السلايد شو اللي عندك. طب انا هعملها فروم، انت عندك من 1 ل13، ممكن نخليها مثلا من 1 لحد 4. انت ممكن تخليها كاستم شو، بس احنا طبعا ما عملناش عاملين كاستم شو، كنا مسحنا كاستم شو اللي احنا عملناه في الاول، في كده ما عادش فيه. طيب سلايد شو مونيتور، الشاشه اللي عندك هو يختار حاجه اوتوماتيك، انت ما عندكش الا الشاشه واحده اللي هي شاشه اللاب البرايمري بتاعتك، طبعا سيبها اوتوماتيك اللي هو يختار تلقائي. طب انت دلوقتي عندك شاشه تانية، ممكن هتلاقي ظهر عندك ايه اختيار تاني تختار منه، تمام. لو انت عايز تعمل تفضل انفينيتي لو اللي تقعد تلف مع ده لحد تضغط اسكيب، فاهم الاختيارات دي بتاعتك ايه انت مظبطها على اساس كده، والبين كلر وايه والحاجات دي. احنا خلاص حددنا من 1 ل4، عملنا هنا اهي، تمام. ثواني كده، احنا عملنا ايه،
لا خليها ايه فيول، احنا معندناش اوكي لحد 5. هنشوف تمام كده. عد معايا ده 1 2 3 4 5. بعدها قالك خلاص ما عادش فيه. ليه؟ لان انت محدد له الجزء بتاعك. طيب عايزين نعمل هايد لسلايد معين، فعملنا هايد سلايد. السلايد دي اختفت مش هتظهر، يعني شوف دي بعدها يظهر ده على طول. طب تعال نشوف نغير اول. طب دي نغير نعملها اول. شوف دي هيظهر بعدها ده على طول. ليه؟ عشان احنا عملنا هايد دي، حتى معمول عليها علامة الخط ده مشطوب على الرقم 4. دي انت عملت الهايد. طب نرجع اضغط عليها تاني رجعت معاك تاني. الجزء بقى بتاع التايمنج ده، انت مثلا عايز تجهز نفسك للعرض وعايز تعرف كل سلايد هياخد قد ايه منك شرح عشان تحدد التوتال بتاع الوقت بتاعك هياخد مثلا المدة دي. مثلا انت المفروض ليك نص ساعة شرح، فانت بتوزع كل جزء على حسب ايه السلايد. مثلا عندك 10 سلايدات هوزعهم على نص ساعة، تمام. فتقوم عامل جايب دي، ضغط على تايمنج دي، هتلاقي بيبدأ يحسب فوق معاك كل سلايد بتاخد قد ايه. مثلا السلايد دي اخدت 3 ثواني مثلا، من قلبين. بعد كده هيبدأ يعد بقى ايه من جيل من بعدها، هيكمل ده 2 أو 3 ثواني، وده ايه 10 ثواني، لحد تقوم انت مخلص العرض بتاعك. هم قالك انت اخدت 12 ثانية كل الوقت بتاعك، تمام. ده الجزء ده مهم في حيث ايه اللي انت تنظم توزيع الكلام على قد السلايد بتاعك وتوزيع الوقت ايه الوقت الكلي. وده الكود ده انت عايز تسجل الشرح بتاعك. نبدأ بقائمة ريفيو. أول حاجة معانا في قائمة ريفيو اللي هي السبيلنج، يعني أنت لو كاتب كلمة صح هو المفروض يصلحها لك. أنا دلوقتي أكتب كلمة سكول بس أنا هكتبها غلط، تمام، يعني أنا كاتب فيها حرف غلط. لو أنا حددتها كده قمت هلاقي تحتها خط أحمر، الزجزاج الأحمر ده معناه إن الكلمة دي مكتوبة بشكل خطأ، أو أنت ممكن تكون قصد كلمة تانية مش واضحة. فأنا ضغطت على كليك يمين، هو بيقول لك عايز تخليها سكول زي دي أو تختار دي أو دي، أو أنت موافق اللي هي تتكتب كده، أو أنت عايز تضيفها للقاموس بتاع البرنامج عندك. طب في طريقة تانية غير دي، اللي انت تضغط على ايه بي سبيلنج دي. هو اديك اختيارات، انت لو ضغطت على اد يبقى انت هتضيف الكلمة دي عندك في القاموس فتعتبرها صح، فمش هيقعد يديك الخطأ على طول. طيب لو انا عملت وافق المرة دي بس، لما تيجي تكتبها تاني هيحصل لك مشكلة، يقول لك ايه دي الكلمة دي غلط. طب لو هتدوس عليها على طول يبقى انت الكلمة دي هتسجل عندك برضو. طب لو انا ضغطت على شينج هتغيرها. لو شينج قول عن اي كلمة بالشكل ده خليها حولها للسكول بالشكل ده، تمام. وقال لك سكول معناه يونيفرسيتي او جروب او ترين، يعني ايه حاجه قريبه لكده. فانا هعملها مثلا ايه شينج. طبعا هو دخل لي على القائمه اللي بعدها عشان عندي غلط في الكلمه دي، فهو ايه هيقولها لك بقى، لانه كده هيعمل ايه تصحيح لجميع الكلمات اللي ايه اللي في الصفحه اللي في البتاع بتاعك في الباوربوينت بتاعك اللي انت عامل البرزنتيشن دي. فانا رجعت لك ايه سكول غيرها، تمام. نعمل اكس على الكلمه دي، ضغطنا عليها برضو. انت ممكن عندك في الاختيارات هنا عندك ايه ما عادش بقى في عندك تعديل لان خلاص انت عدلتها. ممكن تعمل سيرش عن كلمه سكول، بس انا طبعا ده كله برضو الحاجات ايه فوق في القائمه، فاحنا نشتغل من القائمه فوق بتاعه ريفيو. ضغطنا على ثريد دي، هو بيقول لك بقى ايه بيجي لك مع المعاني بتاعتها او كلمات قريبه ليها، زي مثلا يونيفرسيتي كوليدج، الحاجات دي حاجات قريبه ليها. ده البحث بتاعها. طبعا لازم يكون عندك انترنت عشان يعرف يبحث او كده. لو عملت سيرش هي بس يحمل عشان يجمع الانترنت معاه. فهو دلوقتي ايه بحث لك عنها سكول، كاتب لك لارج جروب، او جايب لك سؤاليه لشكل سكول ده من على ويكيبيديا، جايب لك بحث ايه كتير. انت طبعا لو انت عايز زيادات بتضيف تبحث اكتر مش عارف ايه كده. فده لو انت بتبحث، يعني انت لو هتبحث عنها او تبحث عن النت على الانترنت كلمه تدخل على جوجل بتبحث عن الكلمه لا هو يبحث لك على طول. طب لو انت عايز تترجم من ترانزليت برضه بيحتاج انترنت لانه لازم اتصل بالانترنت. اما قال لك ايه ترجمتها من الانجليزي للعربي مدرسه، انت ممكن طبعا ممكن تغير اللغه بتاعتك بس عادي احنا نسيبها ايه عربي. جايب لك كل الحاجات ايه القريبه ليها الترجمه بتاعتها. طب انا عايز اكتب بقى كومنت، عايز اكتب ملاحظه هنا. فانت هتكتب مثلا جنب كلمه سكول دي هكتب مثلا ايه 2 مثلا، رقم 2 خلاص تمام. فهو تسجل عندك انت متوقف هنا، فاتح لك دي يعني قفلت ده اهي قفلت هنا. قالك ده محمد اللي هو مايل له الجهاز بتاعه كاتب رقم 2. ليه؟ عشان لو حد شغال مع البروجكت ده يبقى عارف انا كاتب له ملاحظه، ممكن ابقى كاتب له كلمه تفهمه انا قصدي ايه بس السكول دي، فيبقى ايه توضيح اكتر. طيب ده ما كتب مش محطوط ليه جنب السكول عشان كنت محددها فتحط جنبها على طول، لكن ممكن بقى مسحبه هنا حاطط ده هنا واسحب ده حاطط ده. لو انا واقف هنا قمت عامل بريفيو هقوم راجع لده
او نيكست اقوم رايح لده. عايز امسحه بقوم ضغط على ايه، على ديليت. عايز امسح ده بقوم ضغط على ايه، ديليت. ده الجزء بتاع الكومنت. الجزء بتاع الكومنت مهم لو انت شغال على بروجكت كبير او برزنتيشن كبير او انت اكتر من حد بتكتب ملاحظات لبعض عشان يفهم انت عامل ده ليه وهو عامل ده ليه. كده اظن الموضوع بتاع الريفيو واضح. اغلب الحاجات بتاعتها ايه احنا شرحناها. جزء القائمه بتاعت فيو بقى ده الشكل العرضي ليك للمكان. مثلا ده هنا الجزء هنا بتاع النورمال اللي هو العادي. لو انت عملت ضغطت على دي كده تلاقيها غيرت، قسمت لك الحاجات دي. الملاحظات بتاعتك السلايد بتاعتك قسمتها لك. لو احنا اخترنا شكل تاني تلاقي عامل بالشكل ده في النوت في ملاحظات. لو انت تكتب تحتها ملاحظة، لو انت عملتها ريدنج هتبقى ايه عرض كامل زي كده وتخرج بعملية اسكيب. طبعا في الشغل بيبقى النورمال افضل حاجة. لو انت عملت سلايد ماستر بتبقى مقسومة بالشكل ده، بتفتح لك خانة سلايد ماستر. لو انت عايز تقفلها بتعمل كلوز ماستر فيو. بيبقى في اضافات كتير بس مش هتطلع لها الجزء ده. مثلا انا عايز اعمل جايد لاين عشان ابقى عارف دي مكانها فين. ممكن احط مثلا عايز احط دي في المربع ده، عايز احط دي مثلا في السنتر بتاع الصفحة. المساحة دي بقى دي جايد لاين بتقسمها لك ايه 4 اجزاء. رول دي اللي هي المسطرة. طبعا انت ممكن تسحب خط كده عشان تعرف انت فين. فانت تبقى مثلا ايه محدد على الاتنين اقف عندها او اقف او هنا او واقف عندها، بتبقى مسطرة بتعرفك انت واقف مثلا فين بالظبط. نوت دي لو انت عايز تكتب ملاحظات. طبعا عايز تعمل زوم تو ويندو، عايز تعمل زوم لحد اللي عايز زوم قد ايه فيت، يعني اللي تبقى اخد الشكل المعقول بتاع الشكل الطبيعي. عايز تخليها 100% 200% حسب ما انت عايز. الكلر بقى بتاعك اللي هو عايز تخليها كده تبقى ابيض واسود. باك تو فيو كلر اللي انت ترجعها تاني. عايز تضيف نيو ويندو جديدة هتضيف عادي. عايز تغير كانت برزنتيشن 1 او برزنتيشن 2 انت كده قسمت 2 ويندو فاهم. يعني دي بتبقى مقسومة لجزئين، دي برزنتيشن 1 اللي انا ارجع عندها ودي البرزنتيشن الاساسية. انا بقى عملت 2 يعني صفحتين عشان اتنقل بينهم بسهولة. مثلا في صفحة بعيدة عن التليفون انا بتحب تنقل بطريقة معينة. ده الجزء بتاع الفيو. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الريفيو، قائمة ريفيو وقائمة فيو. الريكوردنج بقى الريكوردنج لو انت عايز، انا بشرح دلوقتي وعايز اسجل الشرح بتاعي او اشرح عن طريق البرزنتيشن وهو يسجل. هتضغط على دي وتختار ايه ريكوردنج كارنت سلايد او انت عايز تسجل من ايه فروم بيجيننج. لو انا عملت كده هو يبدأ بقى ايه يسجل من اول خالص. انا بتكلم وبشرح وايه الكاميرا بتاعتي شغالة وبشرح العرض بتاعه ايه شغال. فانا مش محتاج اجيب برنامج تسجيل، لا انا معايا ومعاك قلم اهو عايز تستخدمه تعمل. عايز معاك اسمس تمسح، عايز تغير اللون، تحدد حاجة. ده اللي انت ايه تمشي تشرح بيها وتقف هنا تشرح الكلام ده. عايز تشغل المايك، عايز تشغل الكاميرا، فعايز تقفل الكاميرا تشغلها، تشغل المايك تقفل المايك تشغل المايك. ده ايه ده براحتك. عايز تعمل ريبلاي، عايز توقف حاجة ده. لو ضغطت على الكود ده يبدأ يشغل، ستوب بقى يوقف. عايز تكتب ملاحظات، تمسح حاجة. فده جزء حلو لو انت عامله الشرح، يعني انت عايز تشرح. انت برضه ممكن تبدأ ريكورد فروم كارنت سلايد. اعمل كلير. عايز تعمل بقى سكرين شوت، تاخد سكرين شوت لحاجة معينة. هتصور الشاشة بس سكرين ريكورد. ده انا اصور الجزء بتاع الشاشة ده من غير، او اصور جزء معين. لو انا عملت سيلكت اريا هصور جزء معين بس مش هتفتح بقى كاميرا والكلام ده. تفتح ايه المايك وعلى قد ايه الماوس بتاعك. يعني مش هديك الخاصية اللي كان عاملها تانية في الشرح، لان دي سلايد شو بتعمل شرح، لكن دي بتعمل ايه جزء تسجيل بس. اللي انت مش هتبقى ظاهر، هتبقى ظاهر صوت المايك بتاعك والماوس بتاعك، مش هديك الخاصية التانية. لو انت مثلا عايز تضيف فيديو او تضيف صوت، تعمل سيف للشو العرض بتاعك، تعمل اكسبورت الفيديو، عايز تحط فيديو في البرزنتيشن بتاعتك برضو ممكن تضيفها من انسيرت. الجزء بتاع تضيف صورة تضيف الحاجات دي موجود ايه في انسيرت وموجود في الريكورد لو انت عايز تضيف الجزء بتاع الفيديو. طبعا دي قائمة هيلب. لو انت محتاج حاجة بتروح تبحث عنها تضغط على هيلب وتعمل سيرش على الجزء اللي انت عايزه او عايز تفهمه اكتر. مثلا لو انا بتعمل مثلا فيو، فهو بقى بيبدأ ايه اذا بيشرح لك الفيو بتاعها بيعمل ايه والكلام ده وكده. هي قائمة فيو الحاجات اللي فيها انت عايز تبحث عنها معين طبعا بتدور لحد ما توصل للي انت عايزه. هي بتساعد شويه بس يعني ايه شايف الموضوع مش مستاهل. بس طبعا في حاجات ممكن احنا مش واخدين بالنا منها او محدش شرحها فانت عايز تعرفها، انت تقوم ايه تبحث بيها عن طريق قائمة هيلب هتلاقي شرح لك الباوربوينت فيه كل التفاصيل بتاعتك. كده احنا شرحنا جميع القوائم في
في الباوربوينت، واظن الموضوع بقى سهل، بس ان انت ترتب افكارك وتشوف انت عايز تعمل ايه وتحدد قبل ما تبدا تشتغل انا عايز اعمل مثلا برزنتيشن عن ايه، وتجهز حاجتك، وبعدين تبدا تشتغل، تجهز الصور اللي انت هتجيبها، تجهز الكلام اللي انت هتكتبه، تجهز الملاحظات اللي انت عايز تركز عليها. بعدين بقى تبدا الباوربوينت هيساعدك ان انت تعمل العرض الجمالي، الشكل الجمالي، التنسيق بتاع الحاجه في العرض ده بيساعدك جامد. اتمنى الناس كلها تكون استفادت، متنسوش تدعمونا باشتراك ولايك للقناه.